النور الضياء أن يكون في قلبي تقوى لله عز وجل تضبط هذا الطريق الذي سار فيه. أيضا الاستمرار والمداومة على طلب العلم، الاستمرار والمداومة على طلب العلم. وقد كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومه، لأن بعض الطلبة ممكن ينشط شوية وينام، ممكن يشتغل شوية أو يعني موسمي، أو عاوز كرباج واحد يقول له اشتغل اضرب اشتغل اشتغل اشتغل، طبعا لن يجد هذا، فبالتالي ممكن يستمر فترة وبعدين ينقطع عن الطلب. ورب طالب يتوقد ذكاء ولكنه ينقطع عن طلب العلم أو يسأم فلا يفلح فيه، يفشل. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: لقد كنت امرأ مسكينا فقير ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني كان فقير جدا يدوب بس يأكل ويتعلم. فصار أبو هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنه. وسفيان بن عيينة لازم عمرو بن دينار نحو 20 سنة فصار أثبت الناس فيه، يعني لو قيل سفيان يبقى هو سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. ومحمد بن جعفر الذي هو غندر لازم شعبة 20 سنة فصار كتابه هو الحكم في حديث شعبة. ويكون ذلك مع محبة العلم والرغبة فيه. ولقد أحسن من قال، يعني القضية بقى أن أنا أتعلم بس أكون محب وراغب. بعض الناس بيتعلم لأنه عنده وقت فراغ، وقت فاضي، مشغول. بعض الطلبة يتعلم عشان يهرب من الدراسة، لكن لا بد أن يكون فعلا محب للعلم حتى يواصل. وكما قيل: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكات والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، آبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. وشعبة بن الحجاج رحمه الله في حديث: لو صح لي لكان أحب إلي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين. وتكون أيضا بعيدا عن المشاكل والشواغل التي تشغلك عن طلب العلم، يعني أي شيء كده يدخلك في مشاكل بين الإخوة ومش عارف، بعض الإخوة يقول لك أصل فلان بيعمل وفلان بيسوي والحزبيين ومش عارف مين والإخوان انسى الكلام ده كله خالص، انشغل بالعلم. العلم نور، يعني كل الطوائف المخالفة إن رأتك محايد وتنشر العلم الأخيار منهم سيكونون معك، لكن تدخل في صراع تفقد أنت دينك وورعك وعلمك، وصراع محموم. ودايما طلبة العلم قليل يا أخوانا، يعني أي فئات أي جماعات عددها كتير جدا، هتخشوا معهم في صراع وانت اللي معاك ممكن تلاقيهم بيشاوروا نفسهم ضعت. فلذلك انشغل بالعلم وأقبل عليه، وإياك من الانشغال بالطوائف الأخرى. قال هذا: وإني أنصحك أيها الطالب بالاهتمام بكتب علمائنا المتقدمين مثل الأمهات الست، كتب الستة: البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وغيرها من كتب علمائنا رحمهم الله تعالى. وليس معناه ألا تستفيد من كتب أهل السنة المتأخرين، لا، استفيد بس بشرط منهم من كان منضبط. وهكذا أنصحك بالتخصص بعد أن تلم بما تحتاج إليه من العلوم الدينية. كان يقال يعني قمش ثم انتقي، أو بمعنى خذ من كل شيء شيء وخذ من شيء كل شيء. ابدأ ادرس كل العلوم الشرعية على سبيل الإجمال ثم تخصص في العلم الذي تحبه. والتخصص له أصل، ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وذكر الحديث إن كان متخصص في معرفة الشر. وتحرص على الازدياد من العلم كل يوم. في الصحيح أو في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله هذا الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. بل الله عز وجل يقول في كتابه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ويحرص على الانتقام، ويحرص على الانتفاع بما علم، أن ينتفع ليس العلم مجرد أنك تحفظ، لكن أنك تنتفع ويرى هذا أثره في عباداتك وطاعاتك، في كل يوم تزداد طاعة.
قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، لأنه يتعلم لكن لا يستفيد. تلاقي بعض الطلبة مهتم بعلم الرجال وعلم ما اعرفش مين والمصطلح والحديث الفلاني وفلان وعلان والفقه ومش عارف ايه، وهو ما فيش حاجة خالص. فلا بد ان هذا يظهر اثره عليك. النصيحة الخامسة قال أنصحك بالتواضع لله وترك الكبر. أعظم آفة لطالب العلم أن يكون عنده كبر، لأن هذا الكبر حتى لو كان ذرة سيتفاشى ويتفشى ويهلكه. ولذلك أعظم شيء عشان يعني تستمر في طلب العلم ذل نفسك واكسرها. قال الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وعن مجاهد رحمه الله قال لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. سادسا شكر العلماء الذين استفدت منهم والدعاء لهم والترحم عليهم. طبعا كثير بقى من الطلبة يعني عنده جحود، يعني انتقل من ده لده، اختلف مع ده، ساب ده راح ده، بل ممكن يهتك ستره. لكن الوفي البار لا ينسى لشيخه ما علمه حتى ولو علمه حرف. أذكر موقف وقع عليه مع الشيخ مقبل. كان أحد الإخوة طبيب، هو جاء من القاهرة، وطبعا الشيخ كان الغرباء يحاول يقربهم، وخاصة يعني واحد ذو مكانة ودكتور ومش عارف كلام زي كده. فالمهم الشاهد طبعا الدكاترة حظهم واسع في كل وقت، حد من قاعد دكتور أكيد كلكم دكاترة. فالشاهد جاء الدكتور ده، طبعا جاء الشيخ مقبل قال لي هاتوا معك من المسجد بعد ما أدخل وهاتوا لي البيت. أنا فرحت إن أنا هدخل بيت الشيخ، وماشي مع الراجل بقى فرحان جامد خالص. لما رحنا خبطت الباب بتاع، طلع الشيخ مقبل راح مدخل الراجل وقال لي أنت ماشي مع السلامة، وراح عامل في وشي. طبعا أنا تألمت جدا، ولكن وقع في قلبي حب للشيخ جدا، لأن بدأت أنكسر وأحس طبعا من باب الأدب أن لازم أحترم الشيخ ولا أتطفل على الشيخ إلى غيره. فقد روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أي واحد علمك كلمة واحدة إياك أن تجحده. سابعا البعد عن أهل البدع وكتبهم وعلماء السوء وكتبهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واتبع سبيل من أناب إلي الصالح. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. بل الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الحرص ثامنا الحرص على مجالسة الصالحين وأهل الفضل. احذر مجالس المغتاب، النمام، الثرثار، السفيه، احذر من هؤلاء جميعا، أو صاحب الهوى. يكن مجالسك من يعني يزيدك إيمانا ودينا، اللي ذكرك بالله عز وجل احرص عليه. قال سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، ما تفرقهمش، تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وفي الصحيحين عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، يعني يعطي لك هدية، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فعلى هذا فأنصحك بالبعد عن هذه الحزبيات المبتدعة وعن هذه الجماعات المبتدعة كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ وجماعة الجهاد الجاهلة الحمقاء، وعليك أن تحرص على مجالسة أهل العلم من أهل